السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا تجربة جميلة هنعملها في متحف الحضارة اللي موجود هنا في مدينة الفسطاط. بصوا، احنا المكان اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده المكان لو انت داخل بس من طريق الباركينج، او لو معاك مثلا عربية او باص وجاي منها، ده الطريق اللي انت بتمشوا فيه. زي ما انتم شايفين كده الناس ورايا، ده اللي ورانا ده الباركينج على طول، تمام. وبعد كده المفروض ان احنا هنخش دلوقتي ونشوف المكان كله. اتمنى باذن الله وان شاء الله كده الفيديو يعجبكم، وانا هحاول اشرح لكم كل حاجة في متحف الحضارة. يلا بينا نشوف المكان وباذن الله كده يا رب يعجبكم على خير. بصوا، زي ما انا قلت لكم ده البوابه اللي انتوا داخلين منها. لو انت معاك عربيه سواء كانت بقى اتوبيس او اي حاجه، او كان تبع جروب او حاجه، بنخش من المكان ده وبعد كده بنخش في الطريق اللي احنا ماشيين فيه. الطريق ده هيكون بس للناس اللي هم جايين في باصات او جايين في عربيات. اول ما بتخش زي ما انتم شايفين بيكونوا عاملين طريق زي طريق المزارات. لو حد عايز يشتري اي اكسسوارات، عايز يشتري هدايا او حاجه زي كده، كل حاجه هنا بتكون موجوده. وهوريكم الطريق كله بالكامل دلوقتي لحد ما هنطلع فوق عند شباك التذاكر. ده الاتجاه اللي باكد معاكم، ده لو انت جايب عربيه او جايب باص، ده الطريق اللي انت بتمشي فيه باذن الله. في برضه عاملين هنا فرع هنا لابو عوف، لو حد حابب يشرب اي حاجه او يجيب اي حاجه بالنسبه للاكل. وبعد كده هنشوف المكان كله بالكامل. ده طريق المزارات اللي موجود هنا في متحف الحضارة في مدينة الفسطاط. زي ما انتم شايفين في كافة الهدايا او كافة الاكسسوارات اللي ممكن نشتريها. حاجات طبعا فرعونية كتير، حتى برضه في حاجات خاصة بالبرفن، حاجات خاصة بالكريمات. بصوا، احنا كده يعتبر خلصنا الطريق اللي تحت. لو احنا دخلنا هنا على الشمال بيكون هنا في التواليت لو حد بيسأل عليه، وفي نفس الوقت في برضو بعض الهدايا التانية زي مثلا محلات ارابيسك، في كذا حاجة برضو موجودة زي ما انتم شايفين. وفي حاجات برضو لسه بتظبط. احنا دلوقتي كده بقى هنطلع بقى، احنا كده خلصنا الدور الارضي، والمفروض ان احنا هنطلع فوق لحد ما اوريكم شباك التذاكر باذن الله. ده الدور الاولاني، برضو في برضو كافيهات لو حد عايز يقعد فيها. برضو في برضو مكان اي تي ام. ادي برضو الكافيه التاني، وده الدور بقى الاساسي. هوريكم دلوقتي البوابه. لو حد داخل من البوابه العادي، من الشرط يكون مثلا معاه باص او حاجه. هوريكم المكان عامل ازاي. زي ما انتم شايفين دي المنطقه برضو بتاعت الام بالنسبه للكافيهات، وادي البحيره بتاعت الفسطاط كلها بالكامل زي ما انتم شايفين. بصوا، احنا دلوقتي كده يعتبر خلصنا الجزء الاولاني. احنا دلوقتي بقى هنتكلم بقى على الجزء الاساسي. لو انت داخل المكان هنا وما كانش معاك بس، لو هو الدخول الباب العادي طبعا البوابه هنا، بعد كده بنعدي هنا على الامن، بعد كده بنخش على طول على المتحف. في مكان هنا الاستعلامات لو حابين نسال فيه على اي حاجه. وبعد كده هوريكم شباك التذاكر لو حد عايز يحجز فيها. نظام الحجز هنا بيكون فيه عندك نظامين، في نظام الحجز من على شباك التذاكر، وفي نظام الحجز من على الويب سايت. بتحجز التذاكر بتاعك اونلاين، وبعد كده لما بتيجي هم بيعملوا سكان على طول. بصوا، زي ما قلت لكم احنا دخلنا من الباب هنا، وادي شباك التذاكر اللي احنا بنقطع منه التذاكر لو انت مش حاجز اونلاين. وفي عندك هنا برضو امانات لو انت حابب تسيب هنا في المكان. بعد كده بنبدا الجوله بتاعتنا، او بنبدا نخش المتحف بتاع الحضاره حالا. في برضو بعض الصور اللي هم حاملينها هنا بالنسبه للمتحف، برضو حاجه كانوا من انواع الترفيه. برضو صور كلها جميله زي ما انتم شايفين. بعد كده بنخش بقى على شباك التذاكر. طبعا ده كان الشو اللي كانوا عاملينه في افتتاح بتاع المتحف. ده في لحظه الافتتاح بتاع المتحف نفسه. بصوا، احنا اول ما بنخش زي ما قلت لكم، انتوا بتقطعوا التذاكر الاول، بنديها للموظف اللي هناك، بعد كده بيعمل الكود، وبعد كده بنخش المكان على طول. خليكم معايا. احنا بعد ما خلصنا كده موضوع التذاكر زي ما هو عملوا، بعد كده احنا بنعدي على طول. احنا دلوقتي كده دخلنا. اول حاجه عندك الموقف هنا بتاع المومياوات الملكيه، واحنا دلوقتي كده داخلين هنبدا الجوله بتاعتنا وهنشوف المكان كله بالكامل. بصوا، احنا زي ما قلت لكم احنا لسه معديين من البوابه دلوقتي، والمفروض ان احنا هنخش.
المكان كله علشان بس اكد معكم، المكان بيكون عباره عن دورين، الدور اللي فوق اللي احنا فيه دلوقتي، وفي الدور اللي الناس بتنزل فيه تحت، دورة الدورين. وبعد ما بنخلص في مكان تاني بنخشه بيكون فيه الحاجات اللي هي بتاعت عصر محمد علي، تمام. وفي معرض تاني احنا هنشوفه دلوقتي. فانا هوريكم المكان. احنا هنبدا تحت بالدور الاولاني. اول حاجه هنبدا بيها اللي هي المومياوات الملكيه. احنا هنخش دلوقتي نشوف المكان. طب احنا داخلين زي ما قلت لكم، احنا بنشوف دلوقتي اللي هي بتاعت المومياوات. دي المومياوات الموجوده جوه زي ما انتم شايفين. حاجه في منتهى الجمال بجد. كفايه الموسيقى التصويريه اللي انتم شايفينها. المومياوات الملكيه. بصوا احنا بعد ما خلصنا من البوابه وخلصنا الجزء اللي تحت اللي هو بتاع الموميا، طبعا في نقطه مهمه كنت حابب اكد معاكم فيها، ان هو ممنوع التصوير تليفون ولا اي حاجه خالص تحت في الموميا، ده ممنوع نهائي. اي فرد امني لما ليك ان انت طلعت فيديو وصورت اي حاجه بياخد منك الفيديوهات على طول. احنا دلوقتي هنعمل جوله وهنشوف بقى الاثار الموجوده هنا. احنا دلوقتي بقى كده هنشوف بقى الاماكن كلها زي ما انتم شايفين. دي ادوات الزراعه اللي كانوا بيستخدموها. مصر القديمه، عصر الاسرات. دي لوحه الملك قاعه. زي ما انتم شايفين التماثيل اللي في الفوق دي اللي هي بتاعت وهم بيطحنوا القمح، الطريقه التقليديه القديمه. زي ما احنا شفنا دلوقتي اللي هي بتاعت طريقه الطحن بتاعت الدقيق اللي هي بتاعت الخبز، ودلوقتي ده هنا قطعه الطوب. رموز السلطة أيام الفراعنة. تمثال السيدة والأطفال. دي السفن والمراكب اللي كانوا بيعملوها أيام الفراعنة. تمثال مشرف الصعيد. أبوجا. ده أساس الجنايز. تمثال للأسرة. ده الحلي الأميرة نفرو بتاع.
ده الناي. تابوت نجم عين نون خين. صندوق المصحف الشريف ده اللي كان فيه المصحف. سبيل محمد طلعت باشا حرب. خديوي اسماعيل. محمد علي باشا. المحمل وده اللي كان بيتحط على الجمال في ايام العرس والحفلات. المحمل. كسوة الكعبة. كسوة الكعبة المشرفة. ده المصحف الشريف.